الأفاضل طلبة تانية ثانوي، أهلا وسهلا بيكم أبطالنا، الناس الجامدة اللي بتستعد لامتحان أكتوبر. شد حيلك يا جميل. نزلنا فيديو قبل كده حل الكتاب المعاصر، وحلينا المقدمة اللي المعاصر عملها مراجعة، وحلينا مع بعض ليسون 1 كامل بأسئلته بمسائله، ونزلناه لحضرتك. الدرس التاني بأفكاره بأسئلته من كتاب المعاصر، كتاب منظم بيجتهد زي ما كل الناس بنجتهد، يؤخذ منه ويترك، واحنا ان شاء الله مش هنسيب حاجه. الاسئله اللي عند حضرتك بادئه من صفحه 40، كشكول وقلم وكالكوليتور. وفي الدرس ده بعد ما خلصت لحضرتك الدرس اللي فات، انا اللي بقول لك حاول تسبقني وانا بحل بثلاث ثواني. حاول تسبقني بثلاث ثواني، لو خلصت المساله قبلي الاستفاده هتبقى اكبر، ولو تعطلت في حاجه هترجع تتابعني والامور هتمشي لغايه لما توصل لمرحله ان شاء الله انك تحل لوحدك، ولما تراجع الجايد تلاقي كله تمام، فما تحتاجش تتفرج غير على المسائل اللي فيها مشكله بس. ان شاء الله مع الوقت كده امكانياتنا في الكالكوليشن تتحسن. الصفحه الاولانيه في فيج 40 كاتب لحضرتك هنا multiple questions choose، طبعا هيبقى multiple choice masses of substance calculation. what is the mass of aluminum in 306 gram of aluminum oxide؟ المادة اللي ادالك وزن عنها بالجرام يبقى لازم احسب لها المولر ماس. نفكر بعد تاني، if the mass is a given or request molar mass is a must. if the mass is a given or request molar mass is a must. فحضرتك عندك ألومنيوم أوكسايد وهو عايز ماس الألومنيوم، يبقى أنت عايز جزء من كل. ممكن ببساطة أخد المسألة لسكة اقعد عشان نتكلم زي ما اتعودت أنا وحضرتك، والمكان اللي جنبينا ده هيكفي إن شاء الله. المادة اسمها Al2O3، ده رمز الألومنيوم أوكسايد وهو كاتبه لك. أعتقد إن ده في جواه 2 من ال Al، رقم البالانس هنا 1، تبقى مولز. مادة ال Al2O3 بتساوي هاف مضروب تايمز مولز مادة ال Al. كده طريقة الريشيو بتاعتنا زي ما احنا بنعملها بالايكوال. المسألة كلها جرام، يبقى انا عايز السطر ده كله تاني يتكتب فيه كلمة جرام. يبقى انا هنا هكتب ماس مادة ال Al2O3 على مولر ماس مادة ال Al2O3 هتساوي نص معمول تايمز فراكشن ماس الألومنيوم على مولر ماس الألومنيوم. السطر اللي قدام سعادتك ده فيه 4 حاجات، احنا معانا منهم 3، فإن شاء الله ما فيش أي مشكلة من أي نوع. ال Al2O3 ب 306، يبقى سعادتك هتاخد القلم وتيجي هنا مكان ال Al2 يبقى هنا 306. مولر ماس الألومنيوم أوكسايد هحسبها بسرعة، ألومنيوم 2 وأكسجين 3، يبقى 2 في 27 دي ب54، و3 في 16 ب48، يبقى 201. طلعت الإجابة ب102 بتساوي نص، ماليش علاقة بيه خالص. وبعدين مقاس الألومنيوم عايزينها ناخد بيها درجة، ومولر ماس الألومنيوم ب27. تيجي سعادتك بكل بساطة تشيل الكلام ده كله عشان مهمته انتهت، وده كمان، وارجع تاني بالقلم ونقول لبعض ان الألومنيوم هيساوي فراكشن، خط جميل اهو، الألومنيوم فوق يبقى اي حاجة تحت تفضل تحت، يبقى 102 الباقي تايمز بعضه 306 مضروبة في 2 مضروبة في 27، الإجابة 162 وجنبها كلمة جرام. دور معايا على الأنسر 162. تمام يا مستر، 162. مسألة رقم 2، كبر الشاشة عشان نشوف قدام سعادتك هنا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. What is the mass of sodium chloride which contains 5.75 جرام of sodium؟ حضرتك عايز بارت من all، هعمل لها سطر وقارنهم ببعض زي المسألة اللي فاتت بالظبط. صوديوم كلورايد وصوديوم. هات يا مستر بورد فاضية كده بعد إذن حضرتك، البورد الفاضية اهي. حضرتك بتكلمني عن NaCl بكل تواضع واتزان. ال NaCl بيحتوي على Na، هنا رقم البالانس 1 ورقم البالانس 1، يبقى مولز ال NaCl حضرتك ايكوال الناحية التانية مولز مادة ال Na. كده مظبوط جدا، وحضرتك قارنت مقارنة مظبوطة. مشيلي الكلام ده كله بالماس، اعتقد ان كده يبقى ماس مادة ال NaCl على مولر ماس مادة ال NaCl اللي بتساوي الناحية التانية ماس ال Na
على مولر ماس ال Na، واخد سعادتك كده على جنب ونكمل كلامنا. ماس ال NaCl هدور عليها جيفن ولا سؤال حضرتك؟ سؤال. عايزين ماس الصوديوم كلورايد، يبقى ال NaCl ده unknown عايزينه. المولر ماس بتاعته 58.5، بحسبها على مهلك، بتساوي الناحية التانية ماس ال Na سيادتك مديها لي 5.75، يبقى حاضر هنا 5.75 ومولر ماس الصوديوم ب 23. الكروس ده نتيجته 14.625 وجنبها كلمة جرام. يلا بينا 14.625 approximately 14.63. What is the mass of substance produced from complete burning of a strip of magnesium whose mass is 12 gram in air؟ حرق المغنيسيوم وتفاعل الحرق هو fast union with oxygen to produce oxide of a substance. تعريف الحرق fast union with oxygen، اتحاد سريع مع الأكسجين to produce oxide of a substance. انت حرقت المغنيسيوم يعني بتفاعله مع الأكسجين، وماس المغنيسيوم ب 12 وانت عايز الماس الناحية التانية. خلاص يا فندم، يبقى سلايد فاضية وسعادتك اطلع لفوق بس سنة كده وظبطنا عشان نشتغل معاك. المغنيسيوم Mg تفاعله مع الأكسجين يبقى O2، بيطلع الناحية التانية MgO، رقم البالانس 2 و2. في جيفن هنا ب 12 جرام، والسؤال هنا علامة استفهام جرام. والله يا فندم أنا شايف إن أرقام البالانس متساوية، ده من حقي يخليني أقول إن مولز الMg بتساوي الناحية التانية مولز الMgO. السطر ده عايز يتحول ماس، يبقى ماس الMg ماس الMg على مولر ماس الMg ب 24 بتساوي هنا الناحية دي ماس الMgO على مولر ماس الMgO ب 40. احسب المولر ماس على مهلك وراجع ورايا. مغنيسيوم 24 واكسجين 16. ماس الMg 12 انت اللي قايل، والمولر ماس 24 بتساوي الMgO معرفش مقسومة على 40. بيتهيألي نص ب 40، يبقى معنى كده ان المغنيسيوم او الMgO هيطلع ب 20 جرام. لو عايزها بالماس هتبقى 20 جرام. والله مطلوب ماس يبقى 20 جرام. نمبر اوف مولز كالكوليشنز هتبقى ألطف، وانا باكد لك المول مطلوب او المول جيفن المساله بتبقى اخف في حساباتها وفي عدد الخطوات. What is the number of moles of carbon dioxide gas produced from burning of 3 moles of butane؟ حضرتك لما تحرق من البيوتان ده 3 مول، الجيفن مول والسؤال مول، حاجه عسل قوي. 3 مول من الماده دي اتحرقت، وبيسال حضرتك على عدد المولز بتاع الكربون ديوكسيد. انت متخيل ان حته صغيره جدا هتكفي حسابات السؤال ده؟ فانا هخلي المساله قدامك هنا وبص للايكويشن، وبعد اذنك قعد الاتنين دول عشان عليهم كلام، دي ودي قعدهم لي كده اذا سمحت. والله يا مستر لما بنيجي نعمل قعده عشان نحل مشكله، المولز على رقم البالانس بتساوي المولز على رقم البالانس. فحضرتك هتقول مولز ماده C4H10 مضروبه في نص اللي هو رقم البالانس بتاعها بيساوي 1/8 مولز مادة الكربون ديوكسيد. خلاص. طيب وات از ذا نمبر اوف مولز اوف كربون ديوكسيد؟ لو المولز بتاعت البيوتان 3 يبقى هاف تايمز 3 ايكوال 1/8 تايمز CO2. احنا عايزين CO2 بالمول زي ما هو كده، 3 على 2 في 8 يبقى 24 على 2 هتطلع ب 12، وحضرتك هتكتب جنبها كلمة مولز. يبقى اعمل الكلام ده بالكالكوليتر، النتيجة 12. بس بتقارن مولز بمولز، انت عايز ايه بقى؟ سلكان على الاخر اهو. اوامر يا مستر اوامر، اطلع فوق حاضر. المسألة اللي بعد كده ايكويشن حرق الامونيا. الامونيا محروقة في وجود الاكسجين، فطلعت نيتروجين دايوكسيد ووتر فيبر. The least number of moles of oxygen to oxidize 16 moles of ammonia. كده مين اللي هيقعد بقى المرة دي؟ اللي هيقعد الامونيا والاكسجين، الاتنين دول. طب حضرتك اعمل لي قاعدة. حاضر، تعالى كده سعادتك على جنب. والمولز بتاعت ايه؟ المولز بتاعت الامونيا 16. طب سنة كده عشان الكلام يبقى قدامنا، وهاجي جنب حضرتك انا اهوت والارقام موجودة. 1/4 مضروبة في مولز الامونيا لان ده رقم البالانس بتاعها
بيساوي الأكسجين 1/7 مضروب في مولز الأكسجين. حضرتك الأمونيا 16 يبقى 1/4 تايمز 16 بتساوي 1/7 تايمز الأكسجين. يبقى ال O2 بيساوي فراكشن اللي مضروب فيه ينزل تحت، ده فراكشن واحد اهو، اللي مضروب فيه ينزل تحت يبقى الأربعة تحت، وفوق واحد مضروب في 16 مضروب في 7. أو بقى أعمل شيفت كالك مش هنختلف. 28 وجنبها كلمة مولز. مظبوط يا فندم، مظبوط. 28 مولز. ها يلا يا سيدي. What is the number of moles of nitrogen gas react with 18 gram of magnesium to produce magnesium nitride؟ طب احنا عايزين المغنيسيوم والنيتروجين. حاضر، سطر يا فندم نحل بيه والنبي. عينيا الاتنين. مولز المغنيسيوم 1/3 تايمز مولز الام جي اهو بتساوي الناحية التانية المغنيسيوم قدامه بالانس واحد يبقى بيساوي مولز النيتروجين، لان هنا فاكتور البالانس 1. عايز المولز بتاع النيتروجين، خلاص هي مولز النيتروجين موجود، يعني موجودة مكتوبة مولز النيتروجين هنجيبها على طول. المغنيسيوم ب 18 جرام، عايزين نشيل دي حضرتك ونحط حاجة بالماس، فهنكتب القانون ده تاني. 1/3 هنسيبها زي ما هي، واروح شايل كلمة المولز دي ومخليها ماس الام جي على مولر ماس الام جي، يبقى مولر ماس الام جي، واقول ان الكلام ده بيساوي مولز النيتروجين. حاضر، يبقى ال 1/3 تايمز ماس المغنيسيوم 18 المولر ماس ب 12 بتساوي مولز النيتروجين اللي هناخد بيها درجة ان شاء الله 0.5. الصفحة اللي بعدها. For the reaction equation وقدامك equation balanced what are the number of moles and the mass of N2H4 produced from the reaction of 34 gram of ammonia. يبقى هتعمل حضرتك كومبير ما بين دي والامونيا. N2H4 مادة اسمها هيدرازين ما سألكش عليها، والامونيا اهي. رقم البالانس هنا 2 وهنا 1. طيب خلاص، حضرتك مديني جيفن بالمولز، ده عايز المولز والماس بتاع ال N2O4 لو معايا ماس من الامونيا. خلاص حاضر، يبقى المسألة كده ماشية مولز وماس في وقت واحد. سنة صغيرة لتحت خالص اهو، وسيب الايكويشن قدامنا والستوري ويلا نشتغل. قانون المادتين دول مع بعض يبقى هاف تايمز مولز مادة ال NH3 بتساوي رقم البالانس بتاع الهيدرازين هيبقى مولز ال N2H4. كويس. السطر اللي بعده عدد مولات والماس بتاع ال N2H4 لو 34 جرام امونيا. طب حضرتك يبقى نص مضروب في مولز الامونيا، هتقوم حضرتك كاتب هنا ماس الامونيا عشان حضرتك مديها لي ماس على مولر ماس الامونيا، يبقى على مولر الامونيا بتساوي الناحية التانية مولز ال N2H4. ده عايزها ماس، ما هو عايزها مولز وماس، هو عايزها ماس ومولز للمادة دي. خلاص انا كده هجيب المولز اهو. يبقى الهاف زي ما هي هاف تايمز ماس الامونيا 34 مولر ماس الامونيا نيتروجين ب 14 و3 اتش ب 3 يبقى 17 بيساوي الناحية التانية المولز بتاعت ال N2H4 يبقى N2H4. كده حضرتك هتطلع الناتج من هنا على طول ب2، 2 في نص ب1 يبقى عدد المولز بيساوي 1 مول. اخليها ماس ازاي يا اخي؟ الماس بتساوي عدد المولز مضروبة في المولر ماس بيساوي تحت عدد المولز ب1 والمولر ماس بتاع ال N2H4 ب 28 زائد 4 يبقى 32. يبقى الإجابة 32 جرام. عايزين 1 و 32 اهي 1 مول و 32 جرام. الصفحة اللي بعدها how many molecules of NO2 are produced من الإيكويشن دي لو معايا 180 جرام من ال NO gas with excess oxygen according to the reaction. حضرتك معاك ده ال NO2 اللي هو دوت، عايزين عدد الموليكيولز بتاعته لما الاكسس اوكسجين ما بدخلوش في الحساب، وعندي جيفن بخصوص ال NO، وحضرتك مديني الجيفن بالجرام وبتسأل على ال NO2 بالموليكيولز.
طبعا رقم البالانس متساوي، تبقى المولز متساوي. مولز المادة دي بيساوي مولز المادة دي. خد الشاشة شوية والرقم مكتوب هنا اهو هنشوفه، وسيادتك معاك كتابك او الPDF مفيش اي مشكلة، الداتا كلها موجودة هنا اهي. اتفضل يا مستر. حاضر. والله يا فندم انا شايف من الايكويشن ان مولز مادة ال NO بتساوي مولز مادة ال NO2. يلا، مولز ال NO انت بتكلمني عنه بالجرام، يبقى ماس ال NO، واخد خط تحتها واخليها مولر ماس ال NO. دي بتتحسب من الثوابت، مفيش امر، ده الراجل مديها لك جاهزه ما شاء الله. والله بتساوي الناحيه التانيه مولز الماده دي انت كاتبها حضرتك في المساله، بتسال على عدد الموليكيولز، يبقى دي بتساوي عدد الموليكيولز من المثلث مقسوم على افوجادرو نمبر. بتعمل كده ليه يا مستر؟ اشمعنى هنا ماس وهنا موليكيولز؟ حضرتك اللي عايز، حضرتك اللي مديني جيفن هنا ماس وبتسالني عن الماده دي بالموليكيولز، فانا بماتش الرول اللي انا جايبها من الايكويشن، بعمل لها ماتشنج على السؤال. طيب اتفضل حضرتك عوض. ماس ال NO انت قلت 180، المولر ماس جاهزه ب 30 بتساوي موليكيولز ال NO2 دي هناخد بيها درجه ان شاء الله، وهنا 6.02 تايمز 10 باور 23، تبقى مادة ال NO2 بتساوي 3.612 تايمز 10 باور 24. عدد الموليكيولز بتاع المادة اللي حضرتك هتعطيني بيه درجة. الرقم بالظبط زي ما الكالكوليتور طلعته لتر سي. اطلع فوق فوليوم اوف جازز كالكوليشن، عدينا عليها في الدرس اللي فات وهو بيعيدها هنا تاني، بس اعتقد هيعيدها مرتبطة، يعني هيربط مادتين ببعض. ماشي. The volume of hydrogen gas at RTB which is required to produce 12 liter of water vapor equal. هيدروجين جاز وهينتج ووتر فيبور، وحضرتك ما كتبتش معادلة، يبقى انا اللي هتصرف. وعايزين من الووتر فيبور 12 لتر. تيجي حضرتك تبص تلاقي ال H2 لو اتفاعل مع ال O2 عشان يطلع H2O، تمسك القلم سعادتك وتحط هنا 2 وهنا 2، ورقم الاكسجين بواحد، صح؟ يبقى كده 2 مول من الهيدروجين مع 1 مول اكسجين بيطلع 2 مول من الووتر. طلباتك يا مستر، عدد المولات ما بين الهيدروجين والووتر فيبور متساوي. حضرتك دي 2 اهي ودي 2، واذا تساوت المولز ما بين مادتين تساوى الموليكيولز وتساوى الفوليوم لو هم جاز. فلو حضرتك معاك 12 لتر من الووتر فيبور يبقى انت لازم تبدأ ب 12 لتر من الهيدروجين ومفيش مسألة. لو سأل على الاكسجين كنت اختار 6 ده اهي بتاع الO2 لانه نصه. بتبقى الجملة ظريفة قوي لو اديتني فوليوم وطلبت فوليوم واجي ابص على الايكويشن الاقي رقم البالانس متساوي، ما هي نفس الرقم. بتحسب ايه حضرتك؟ اذا تساوت المولز تساوى الحجم وتساوت الموليكيولز. تمام. 10. What is the volume at STB of oxygen produced from the reaction of 4.6 gram of sodium with excess of water according to the equation. تعالى سعادتك الصوديوم عايزين فوليوم الهيدروجين جاز، يعني حضرتك عايز الفوليوم هنا بعلامة استفهام ومديني ماس من الصوديوم هنا. خلاص انا هريليت المادتين دول لبعض، والله المستعان، ناحية الصوديوم بالماس وناحية الهيدروجين باللتر. طيب رقم البالانس هنا 2 ورقم البالانس عند الهيدروجين 1. هات لي كده صفحة فاضية خالص. الايكويشن بتقول 2 مولز من ال Na، 2 مولز من ال Na اهي، 2 Na اتفاعلت مع 2 من ال H2O، طلعت 2 من مادة ال NaOH زائد H2. حضرتك عايز الحجم هنا ومديني الماس هنا بالجرام. هات الرقم بتاع الماس 4.6 بس. خلاص كده بقى استريح حضرتك، انا هتصرف. اقعد عشان نتكلم. يبقى 1/2 مولز من مادة ال Na بيساوي الناحية التانية هنا 1، يبقى مفيش حاجة، مولز اوف هيدروجين جاز. ماتش اخر سطرين على بعض. عايز دي تبقى جرام ودي تبقى فوليوم. والله يا مستر اخلي لك دي جرام، هسيب النص زي ما هو وهضرب
فوق ماس مادة ال Na تحت مولر ال Na، يبقى الماس على المولر ماس بتجيب المولج، واساويها الناحية التانية بفوليوم الهيدروجين على 22.4 طالما المسألة STB. أنا بتأكد بس عشان ما غيرش الثابت STB اهي. تمام يا فندم. نطلع هنا في الحتة الصغيرة دي هتكفي إن شاء الله، ونقول نص تايمز ماس الصوديوم 4.6، المولر ماس ب 23، المولر ماس ب 23 بتساوي الناحية التانية فوليوم معرفش و22.4. الفوليوم اللي معرفش ده هيبقى فراكشن، وتحت 2 مضروبة في 23 وفوق ال 4.6 مضروبة في 22.4. الإجابة 2.24 وجنبيها لتر، 2.24 لتر. 11 يا مصلح الأحوال what is the volume of NO2 gas؟ عايز حجم ال NO2 gas. أيوة يا فندم، ماله ال NO2 gas ده اللي هو إيه؟ produced لما حطيت 30 مللي من ال NO with excess of oxygen gas at the same temperature and pressure. صاحبي نعم، حضرتك عامل مسألة كوميدية جدا. 2 مول من هنا بيطلعوا 2 مول من هنا، تساوت المولز في الايكويشن، يبقى تساوت الفوليوم. يبقى حضرتك مشكورا لما تجيب ال NO ب 30 مللي، بعد ما التجربة تخلص ال NO2 هيطلع ب 30 مللي. مولز ايكوال فوليوم ايكوال. وبالمناسبة الحجم اللازم من الاكسجين هيبقى 15 مللي، لان رقم البالانس هنا 1. 30 مللي دي لو في الاختيارات هختارها، اتظرفت يبقى ال 30 تتاخد على جنب وتتقسم على 1000 هتطلع ب 0.003 وجنبها لتر اهي. خلصت. نفس النكتة اللي كانت من شوية، واضح احنا ضحكنا عليه. تمام يا فندم. خلصت. اطلع فوق 12. Volume of hydrogen gas at STB produced from reaction of كذا جرام of magnesium with excess hydrochloric acid. والمعادلة مفيش عندنا ماس وعايز الفوليوم، والله المستعان كده. سلايد جديدة خالص اهي، وحضرتك مغنيسيوم مع هيدروكلوريك اسيد. والله اللي ملوش حد ربنا معاه احسن من الكل. ادى الام جي بيتفاعل مع 2 من ال HCl عشان يطلع MgCl2 زائد H2. دي يا فندم في المراجعة كان اسمها ماش. ايه المقصود بكلمة ماش؟ ميتال بلس اسيد جيف سولت اند هيدروجين. ميتال بلس اسيد جيف سولت اند هيدروجين. ميتال بلس اسيد جيف سولت اند هيدروجين. ماش. اؤمر. في جيفن وسؤال 12.15 جرام مغنيسيوم، والسؤال حجم الهيدروجين 12.15 جرام مغنيسيوم، والسؤال حجم الهيدروجين. طيب رقم البالانس 1. إذن مولز المغنيسيوم تساوي مولز الهيدروجين. الاتنين دول قد بعض في العدد. دي تبقى جرام قوي، يبقى ماس الام جي على مولر ماس الام جي بتساوي الناحية التانية فوليوم الهيدروجين جاز اهو على 22.4 لو هي اس تي بي. هي ايه يا فندم؟ اس تي بي. خلاص حاضر اهي اس تي بي اهي عيني. خلاص تعالى سعادتك عشان احنا خلصنا. ماس المغنيسيوم 1.2 علامة 1.5 مولر. ماس المغنيسيوم 24 بيديها لك، بتساوي فوليوم عايزه وهنا 22.4. دي على بعض على الكالكوليتور تايمز 22.4 يطلع الفوليوم بتاع الهيدروجين 11.34 وجنبها كلمة جرام، وتبقى سعادتك خلصت ب 11.34. according to the equation. المسألة دي قديمة قوي في المعاصر. upon the reaction of 6.4 جرام من المادة دي with water completely the volume of produced gas is estimated equal. الفوليوم الجاز اللي طلع ده هو الجاز اللي اتكون عند حضرتك، ورقم البالانس بتاعه 1، ورقم البالانس بتاع الكالسيوم كربايد 1. خلاص يبقى ساعتك هتعمل تفاعل ما بين المادتين دول. هنا جرام اهو واخد بال سعادتك،
عايزين الناحية التانية بالفوليوم، والمسألة بيتهيألي اس تي بي زي ما هو كاتب. أوامر يا مستر. اتفضل يا فندم. مولز مادة السي سي 2 بتساوي مولز السي 2 اتش 2. خلي الجهة دي فوليوم والجهة دي ماس، يبقى ماس السي سي 2 على مولر ماس السي سي 2 بتساوي الناحية التانية فوليوم الجاز اللي حضرتك كونته على 22.4. عايزين المولر ماس عشان المسألة تكمل. سي سي 2 كالسيوم ب40، 2 كربون ب24، حضرتك يبقى معاك 64. نطلع فوق. الماس بتاعت المادة اللي حضرتك مديها لي 6.4، اعتقد ان هنا 6.4 وهنا 64 بتساوي الناحية التانية فوليوم عايزه على 22.4. كالكوليتور هتطلع 2.24 لتر، وتبقى سعادتك خلصت. 2.24 لتر. تخيل بقى هو عايز ايه على الآلة الحاسبة؟ عايز ناتج الكروس. تبقى الفوليوم بيساوي، ظريفة المسألة دي، الفوليوم بتساوي تحت ال 64 وفوق 6.4 تايمز 22.4. ده بقى عشان ما تعرفش تغش رقم، ما انت هتغشه ازاي؟ لازم تعمل ستابس. 6.4 تايمز 22.4 على 64. اذا الاجابه لتر دي زي ما سعادتك شفت كده. الصفحه اللي بعدها بقينا في عدد لا بأس به من المسائل ما شاء الله. وصلنا للليميتنج رياكتنت. طبعا الجزء الممتع في حسابات تانية سنة، راقي جدا وبسيط وتحت السيطرة. ان حضرتك جدول بيلم الداخل والخارج، واحنا سرقينها كده بشوية مبادئ عندنا في الحساب. لو حضرتك مش معانا في الاونلاين انا بستأذنك تدور على حصة الليميتنج دي وتتفرج عليها بتركيز قبل ما تبدأ التمرين، لان هيحصل حاجات هتتكتب قدامك انت مش هتقتنع بيها الا لو سمعت الشرح. Substance A react with substance B according to the equation which is the limiting reactant of the reaction if 2 moles of A with 1 mole of B. طيب انت قلت لي لما المسألة دي تيجي اعمل جدول وقارن بين المواد اللي عندك في المسألة اللي اتفعلت اللي هي مواد A و B على اساس الماس، وبعد ما تكتب الماس حولها لنمبر اوف مولز، وما تخلص الكلام ده كله اعمل ديفايدد باي البالانس كوفيشنت وخد قرار من اخر سطر. طيب مفيش ماس يبقى السطر ده اتلغى. حضرتك مديني 2 مول من A يبقى هنا 2، و1 مول من B يبقى هنا 1. اقسم على رقم البالانس، هنا هقسم الاتنين على 3 هتطلع 2/3 يعني 0.66، وبعدين الواحد هيتقسم على 1 يبقى ال1/1 equal 1. فده الكبير يبقى ده اكسس وده الصغير يبقى ده ليميت. إذن the limiting reactant is A. تمام. المسألة الثانية mixing 2 equal masses of hydrogen and oxygen the limiting reactant will be، والاتنين equal mass من الأكسجين والهيدروجين. اعمل لهم ميكس الاتنين على بعض وتشوف الليميتنج رياكتنت هيبقى مين عشان تكون الووتر، وما ادانيش حاجة أبدأ بيه. طيب درفت فاضي. المسألة من الأول بالراحة. في عند حضرتك هيدروجين تفاعل مع الأكسجين وطلع ووتر، كلام كويس. 2 يا فندم و2. انت قلت ايكوال ماسز وسكت، والايكوال ماسز انا عايز ابدأ حساب بعدها وانت ما اديتنيش ارقام. طب نعمل ايه؟ والله يا فندم حضرتك مشكورا افرض الماس اكس واكس وحل صح وهتطلع نتيجة مظبوطة. وممكن افرض الماس رقمين ايكوال 1 جرام و1 جرام اللي هم اسهل رقمين. انا عشان اطلع ارقام تقتنع بيها حضرتك هخلي الماس 20 جرام من هنا و20 جرام من هنا. يا مستر ينفع افترض ارقام من عندي؟ اي ليه ينفع؟ لان انت مش هتطلع ناتج رقم، احنا هناخد قرار الليميت والاكسس بس. فطالما القرار ليميت واكسس بس يبقى سهله. تعالى سعادتك اعمل كومبير ما بين المادتين اللي هما الهيدروجين والاكسجين واقفل. فين يا فندم؟ في مربع الماس 20 خط، وبعدين اقسم على المولز اهو، يبقى 20 divided 2 هتطلع ب10،
وهنا 20 divided 32 الناتج 0.625. دي هنا بالمولز ودي بالمولز. خلصنا؟ لا، لسه divided البالانس coefficient. divided البالانس كو يبقى 10 تتقسم على رقم البالانس 2 تطلع ب5، ودي تتقسم على رقم البالانس بتاع الاكسجين اللي هو 1 تطلع ب 0.625. ده الصغير يبقى ده الليمت، وده الكبير يبقى ده الاكسس. مظبوط؟ مظبوط. اروح للملزمه لكتاب المعاصر واقول له the limiting reactant is oxygen. مظبوط. In the reaction of SO2 مظبوط 2 moles of oxygen are mixed with 2 gram of sulfur dioxide. وبعدين the limiting reactant of this reaction is، ده مسألة ظريفة اللي عاملها إنسان خفيف الظل. طيب حاضر. والله بقى أنا ما بصدرش أحكام على الناس، أنا راجل بحل، يبقى اللي يقابلني أحله. حضرتك عندك equation بتقول SO2 هنا 2 اتحرق في وجود الاكسجين، طلع 2 من ال SO3 مديني من حد 2 مول اكسجين و2 مول من السلفر دايوكسيد. ده 2 مول وده 2 جرام. ظريف قوي الجيفن ده. هنحل يا مستر؟ طبعا هنحل. حضرتك عايز ايه بقى؟ the limiting reaction of the reactant is. طب حاضر، يعني انت عايز الليميتنج؟ طب استريح حضرتك بقى. مقارنة ما بين ال SO2 وما بين مادة ال O2. دي حضرتك هنا خانة الماس، فوالله ال SO2 طلع 2 جرام وهنا الماس مفيش، فجينا نحسب المولز لقيت المولز هنا موجودة، وفر لي خطوة كتر خيره. طب حول الماس دي النمبر اوف مولز، الماس بتتحول لمولز بقسمة الماس على المولر ماس، يبقى ال 2 جرام دي هتتقسم على مولر ماس المادة دي اللي هي 64. احسب على الآلة الحاسبة بتاعتك سلفر ب 32 والاكسجين 16 مضروبة ب 2 في 32 يطلع المجموع 64، يبقى 2 over 64 0.031 بالمول اهي divided by البالانس coefficient. ناتج الديفايد طالع لل SO2 اللي هيتقسم على الاثنين 0.031 على 2، وهنا ال 2 بتاعت الاكسجين هتتقسم على 1، فبقى الناتج ال O2 ب1، انا اسف ناتج ال O2 ب2، وناتج ال SO2 اللي هو اخر خطوه خالص ديفايدد البالانس كوفيشنت ب 0.031 على 2 0.0155. اعتقد ان باين قوي ان ده الليمت، وباين قوي برضو ان ده الاكسس، وان كانت المساله اصلا واضحه من قبل ما نبدا حساب، بس انا ما بحبش الطريقه دي. يبقى ال SO2 is a limiting reactant. اطلع فوق تفاعل نيوتراليزيشن ما بين اسيد وبيز، مديلي عدد الموليكيولز بتاعت ال NaOH وعدد واماونت من ال HCl، وطلع 18 جرام من و18 جرام من الووتر. حضرتك معاك 12.04 times 10 باور 23 موليكيول من ال NaOH، واماونت من ال HCl ما قالش عليها، وبيقول ان ماس الووتر طلعت ب 18. فيبقى مين اللي لمتك؟ طب انا هقارن ايه بايه الوقت؟ مش المقارنه دي محتاجه جيفن بالجرام للاتنين؟ انت مديني جيفن موليكيولز انا هحوله جرام، دي سهله، انما انا هقارنه بال HCl ازاي وانت بتقول تو ان اماونت اوف HCl؟ يعني ما انا مش فاهم برضو تو ان اماونت اوف HCl دي هجيبها ازاي؟ وبعدين اللي ناتج 18 جرام ميه. طيب كده انا مفيش قدامي الاتنين جيفن بس هم اللي هضطر اني اتعامل معاهم. ال 18 جرام ميه دول عشان يتكونوا محتاجين من هنا كميه محدده ومن هنا كميه محدده. هنتعب شويه ما يهمش، تعالى كده بس نشوف اصل الحكايه هيبقى ايه في هذا الكلام الجميل اللي احنا بنكتبه. تعالى يا فندم بعد اذن حضرتك، ماده ال NaOH اتفاعلت مع ماده ال HCl فطلعت ماده ال NaCl بلس ال H2O. في هنا 18 جرام احنا بنبحث لهم عن اب
12.04 times 10 باور 24. 12.04 times 10 باور 24 وجنبها كلمة موليكيول. لحظة كده يا بيه. ايه عايزين ماس مادة ال NaOH بتساوي اقسم المولر ماس اللي هي اقسم عدد البارتكلز اللي هو حضرتك الماس بتاعت ال NaOH. نشتغل بالراحة شوية. يبقى سعادتك هتشيل ده اهو ونكتب كده تحت دي خطوة شغل بسيطة ان المولز بتاعت ال NaOH بتساوي الموليكيولز على افوجادرو نمبر. طيب انا عايزها بالمول، ماشي، خلي المسألة تبقى مولز عشان نخف حسابات. يبقى المولز بتاعت مادة ال NaOH بتساوي فراكشن وعدد الموليكيولز 12.04 times 10 باور 24 على 6.02 times 10 باور 23. انا غلطت في نقل الرقم هنا. 23 دي 23 بالراحة. 10 باور 23 10 باور 23 على 10 باور 23 ده كله راح مع بعضه. يبقى مولز مادة ال NaOH هتطلع ب 2 مول، يبقى 2 مولز. طيب تيجي بقى حضرتك تلاقي مفاجأة لطيفة جدا. ال NaOH بدأ في المسألة بدأها ب 2 مول، بدأ هنا ب 2 مول، ورقم البالانس بيقول ان هنا 1 وقدام الوتر 1. ال 18 جرام بتوع الوتر دول لو اتقسموا على المولر ماس اللي هي 18 هتتفاجئ ان هي 1 مول. طب ازاي حضرتك بدأت ب 2 مول من دي وطلعت 1 مول بس من هنا؟ ما دي برضو مش منطقية، لان عدد المولز ده متساوي. لو هبدأ من هنا ب 2 مول هطلع 2 مول، بدأت بواحد اطلع 1. انت مطلع 1 مول من الوتر، احنا متأكدين من الحكاية دي. طب انا لو بادئ ب 2 مول من ال NaOH ده معناه ان ال NaOH ده موجود بكمية زيادة. ال 2 مول اللي انت حطيتهم 1 بس اللي اتفاعل والباقي متبقي، كده انا اتأكدت ان ال HCl هو اللمت من غير حساب. اللي انت ما اديتنيش عنه اي معلومة يا مستر. ازاي؟ ما هو انت بدأت ب 2 مول، المفروض المية تطلع 2، انت طلعت المية 1. يبقى حضرتك كده ده ما تفعلش كله، واللي ما بيتفعلش كله يبقى متبقي، والمتبقي يبقى ليميت. يبقى انا اسف، المتبقي يبقى اكسس والاخر يبقى ليميت. بس كده المسألة اللي عليها الضوء. The reaction of aluminum with NaOH طلع 2 moles aluminum chloride و3 moles sodium hydroxide. What is the number of moles of a substance remaining at the end of a reaction؟ عايز الريمين، عايز مولات الريمين. ده موضوع بسيط بس لازم الجدول يتعمل. رقم البالانس هنا 1 ورقم البالانس هنا 3 والايكويشن قدام سعادتك. تعالى اهو سنة صغيرة كمان معلش وجدول. اتفضل يا فندم، انا بعمل كومبير ما بين ال AlCl3 وال NaOH وحضرتك مديني الجيفن بالمول، فاحنا وفرنا خطوة كده، وفرنا خطوة الماس. هنشتغل بالمولز على طول. يبقى المولز بتاعت المواد دي على الكلام اللي انت كاتبه هنا 2، يبقى 2 مولز. ومادة ال NaOH حضرتك بتقول حاطط 3، يبقى 3 مولز. نعمل الخطوة الأخيرة بتاعت divided by البالانس coefficient، يبقى divided البالانس هيبقى 2 على 1 equal 2، وهنا 3 over 3 equal 1. كده المادة دي limit والمادة دي excess. مولات المادة الزيادة بتساوي مولات المادة الزيادة بتساوي تعال moles of excess substance moles of excess remain AlCl3 equal من الجدول رقم الاكسس ماينس رقم الليمت مضروب في بالانس كوفيشنت الاكسس اللي احنا بنحسب له، ورقم البالانس بتاعه 1، يبقى بيساوي 2 minus 1
تايمز 1 طلعت ب1 مول. سنة الإجابة 1 مول حضرتك أهي. المسألة اللي عليها الدور ذا ماس اوف ووتر فيبور. حضرتك عايز كمية الووتر فيبور بالجرام ومديني 4 مول أكسجين و2 مول هيدروجين suitable conditions، وبتسأل على ماس الووتر فيبور وفي 2 جيفن. بيتهيألي مسألة زي كده محتاجة equation وبالانس. أجيب سلايد جديدة زي ما سيادتك شايف كده وأعمل المعادلة بتاعت 2H2. طبعا كتبناها كتير فأنت بدأت تاخد بالك. بلس O2 بتطلع 2 من ال H2O. رقم البالانس بتاع الأكسجين ب1. جدول الكومبير أهو. هقارن ما بين الهيدروجين والاكسجين، المفروض ماس وبعدين نمبر اوف مولز وبعدين ريشيو. هو ادالك المساله بالمولز فكده يبقى المربع بتاع الماس ما عادلوش داعي كده، دي كانسلد. هندخل على طول على عدد المولز اللي مطلوبه. حضرتك كتبت ايه؟ والله يا فندم المولز بتاعت الاكسجين 4 والهيدروجين 2، فانا كده عندي هنا 4 وعندي هنا 2. لو جيت اعمل ديفايدد باي البالانس كوفيشنت هقسم 2 على 2 هيطلع 1، وهقسم 4 على 1 هيطلع ايكوال 4. كده حضرتك خلصت ان الهيدروجين هو الليمت فالرقم بتاعه صح، وان الاكسجين هو الاكسس. لما تيجي تسالني على كميه البرودكت اللي نتجت، او انا اقول لحضرتك ان مولز بتاع اي ماده في الايكويشن اللي هي ال H2O مثلا، عشان هي دي السؤال، حسابها باختصار شديد جدا باستخدام الرقم السحري اللي هو اخر رقم في جدول الليمت والاكسس بعد ما قسمت على البالانس كوفيشنت اللي هو 1 تايمز رقم البالانس بتاع الماده اللي بتحسب لها اللي هو 2، هيطلع ب 2 مولز. كده يبقى المولز بتاعت الووتر بتساوي 2. حضرتك هتكتب 2 تايمز 18 اللي هي المولر ماس، هتطلع الاجابه ب 32 جرام. لو اللي انت سمعته مش حاسس نفسك فهمته كويس جدا، معلش بعد اذنك راجع الورك شوب. مولز الماده اللي موجوده في الايكويشن بيساوي رقم الليمت معمول تايمز البالانس كوفيشنت بتاعه. يبقى اللي يعوز مولز اي ماده في الايكويشن ياخد الرقم السحري ده يضربه في رقم البالانس بتاعها، يبقى معاه رقم المولز ومنه حضرتك تحوله للماس. المساله اللي بعدها رقم 20 قربنا نخلص. according to the equation كذا the mass of the substance produced from the reaction of 3.5 جرام لكل ماده منهم هما الاثنين. اطلع اللي فوق حضرتك وهنعمل جدول تقسيم اهو يا فندم. هعمل كومبير ما بين الليثيوم وما بين النيتروجين. رقم الماس في السطر الاولاني في عند حضرتك 3.5 جرام وهنا في 3.5 جرام، وبعدين حضرتك حول الكلام ده لمولز، هتبقى ال 3.5 مقسومة على مولر ماس الليثيوم اللي هي 7 هتطلع لحضرتك 0.5، وهنا ال 3.5 مقسومة على المولر ماس اللي هي 28. الإجابة هنا 0.125. دي كده النمبر اوف مولز. اطلع اللي فوق حضرتك ويبقى باقي سطر اللي هو divided by البالانس coefficient، يبقى 0.5 على رقم البالانس. كام يا فندم البالانس؟ 6. يبقى حضرتك هتقسم دي divided 6 وتطلع ناتج، وهنا 0.125 divided 1، فانا ضمنت ان هنا 0.125 الرقم زي ما هو، ودي divided 6 equal 0.083. ده الرقم الصغير يبقى كده الليثيوم لمت، وهنا الرقم الكبير يبقى هنا الهيدروجين او النيتروجين اكسس. اللي مطلوب حضرتك عايز تجيب ماس اوف ذا سبستانس بروديوسد، الماده اللي نتجت دي. عشان اجيب الماس بتاعتها اجيب المولز الاول. مولز بتاع ماده ال Li3N بيساوي الرقم المسحور اللي هو الليمت مضروب في رقم البالانس بتاع الماده اللي بتحسب لها. يبقى الرقم بتاع الليمت هيطلع بيساوي حضرتك 0.083 اهو يا فندم، 0.083. رقم البالانس بتاع الماده دي اللي في الايكويشن قدامك الراجل كاتب لك تايمز 2، يبقى تايمز 2 كام يا فندم؟ 0.166 وجنبها كلمه مولز. حضرتك عايزها ايه؟ عايزها بالماس، يبقى بالماس حاضر. هاخد 0.166 اضربها في المولر ماس. Li3N 3 ليثيوم يعني 3 في 7 ووحدة نيتروجين ب 14 يبقى 21 و14 اعتقد انها هتبقى 35. 5.81 وجنبها كلمة جرام. الرقم بالابروكسيميت من الارقام اللي احنا قربناها على الكالكوليتور هيبقى 5.8
3. 21 و14 25. ممكن يكون في رقم هنا احنا عملنا له ابروكسيميت بس. النتيجة طلعت زي ما سعادتك شايف كده والمسألة اتحلت. تقريبا احنا رايحين دلوقتي لآخر صفحة. الأسئلة قربنا للإساي خلاص اهو. قدام حضرتك موجود ايكويشن بيقول كذا مول من النيتريك ازيد لكذا مول which of the following is correct. حضرتك بتسأل 4 أسئلة ما شاء الله. طبعا مش هياخد قرار في الكلام ده كله غير الليمت والاكسس. هطلع فوق جنب المسألة واعمل كومبير ما بين CaCO3 ومادة HNO3 اهو يا فندم. تعال حضرتك المادة الأولى 0.08 مول مفيش ماس، والمادة التانية بتاع الكالسيوم كربونيت 0.05 مول. هتعمل ايه يا مستر؟ هعمل ديفايدد باي البالانس كوفيشنت. كالسيوم كربونيت هيتقسم على 1 يبقى 0.05، وهنا هتتقسم على 2 رقم البالانس ب2 يبقى 0.08 ديفايدد 2 رقم البالانس هيطلع ب 0.04. ده الصغير يبقى ده الليمت، وده الكبير هيبقى ده الاكسس. حضرتك عايز ايه؟ كربون دايوكسيد بروديوسد. خد رقم الليمت اللي طلع من الجدول ده المسحور ده اهو، رقم الليمت ده هو الرقم السحري بتاع المسألة. لو ضربته في رقم البالانس بتاع اي مادة منهم هتجيب النمبر اوف مولز بتاعها اللي اتفاعل او اللي نتج. طريقة بتخلص المسألة في ربع دقيقة. يبقى اللي قدام سعادتك هنا الكربون دايوكسيد رقم البالانس ب1، اضرب 1 في دي هتبقى الإجابة 0.04 مولز. هتخلي الجملة دي غلط. طب ولو حضرتك قلت is produced هنا خد الرقم 0.04 اضربه في رقم البالانس هيطلع برضو ب 0.04 مولز، برضو هتبقى الجملة دي غلط. طب الماس الريميند بتاع الكالسيوم كربونيت لو حضرتك عايز عدد المول يبقى الليمت الاكسس ماينس الليمت 0.05 ماينس 0.04 تايمز رقم البالانس بتاعها ما هو بواحد، يبقى النتيجة تطلع ب 0.01 مول، وبناء عليه لتر سي هي الإجابة الصح. سؤال كان قديم جدا في المعاصر اهو، وكاتب لحضرتك ال 2H2 بلس ال O2 وبعدين بيقول لك الميكتشر اللي قدامك الاتوم الكبيرة اكسجين يبقى ده مول. هتجيب رقم قلم واضح كده بلاش الاحمر ده، يبقى هنا مول وهنا يبقى كده كمان 1 3 4 5 كده يبقى الهيدروجين ب5. الاكسجين هيبقى 1 2 3 4 انا عكست ده الاكسجين هو اللي 5. طيب على مهلك اهو دول كده حضرتك 5 ده الاكسجين يبقى 5. طب والهيدروجين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 يبقى هنا في 12. هتقسم على رقم البالانس 12 over 2 equal 6 و5 over 1 equal 5 يبقى معنى كده ان الاكسجين ليميتنج. الكرة الحمراء هتخلص وهيتبقى لك مول من الهيدروجين، هيتبقى لك 2 مول من الهيدروجين. هتعمل الليمت الاكسس ماينس الليمت 6 ماينس 5 وتضرب في رقم البالانس بتاع الاكسس في 2 هيتبقى لك 2 مولز ريمين. 2 مولز ريمين. عندي عايز رسمه كونة الووتر وفيها 2 مول هيدروجين باقيين اهي يا فندم، والاتنين مول الهيدروجين الباقيين هم ده 1 وده 1. وصلنا للإساي بفضل الله عز وجل. آخر حاجة في التمرين masses of substances calculation in term of what is the mass of CaCl4 which is produced from reaction of كذا methane with excess of chlorine gas. طيب اقعد عشان نتكلم وبعدين هقارن. عند حضرتك CaCl4 رقم البالانس بتاعها هنا ب1 والميثان رقم البالانس بتاعه ب1. اعتقد ان المولز كده متساوية. فحضرتك معاك ماس من المادة وحضرتك عايز الماس بتاع المادة التانية. المسألة مباشرة جدا بس احنا هنحلها برضو. فانا هكتب لسعادتك فوق كده ان مولز CH4 مولز مادة CH4 بيساوي مولز مادة CCl4 اهي. يبقى عند حضرتك هنا ماس CH4 مقسوم على المولر ماس بتاعها 16 بتساوي ماس CCl4 اللي هو ده على المولر ماس بتاعته 4 في 35 ونص. الكلورين هتبقى ب 142 والكربون ب 12 يبقى 154 154 زي ما انا حسبت مع سعادتك كده 154. 4 في 1 في 35 ونص ب 142 و12 كربون يبقى 154. في ماس منهم موجودة
الميثان 5.14 يبقى 5.14 مقسوم على 16 بتساوي الناحية التانية CCl4 عايزه على 154. الكروس 49.47 وجنبها كلمة جرام. مسألة خدت دقيقة بالظبط. اتفضل يا فندم. 24 calculate the mass of hydrogen gas produced from the reaction. يبقى علامة الاستفهام هنا عند حضرتك جرام، عند الهيدروجين هنا علامة استفهام جرام، وحضرتك مديني ماس الصوديوم ميتال الناحية التانية ب 0.23. المسألة دي مكررة بالظبط. المعاصر بدأ يعيد أسئلة بنفس الجيفن بنفس السؤال، بس كان هنا باللتر. طبعا الحل بالجرام هيبقى هنا 2 وهنا 1. حضرتك هتعمل ريليشن 2 يبقى رقم البالانس ب 2 هنا ب 1. هجيب مكان فاضي على الشاشة سيادتك اهو، وهقول هاف تايمز مولز ال Na بيساوي مولز ال H2. الهاف ده رقم البالانس. هاف تايمز ماس الصوديوم 0.23 على المولر ماس ب 23. شلت المولز وحطيت ماس على المولر ماس بيساوي حضرتك عايز ماس الهيدروجين جاز، يبقى الهيدروجين جاز اهو الماس بتاعته على 2. دي على الكالكوليتر هتبقى 0.01. يبقى الهيدروجين جاز اللي حضرتك عايزه بيساوي فراكشن تحت 2 مضروبة في 23 وفوق 2 برضو مضروبة في 0.23. اعتقد ان الهيدروجين جاز الماس بتاعته هتطلع ب 0.01 وجنبيها جرام. ده لو حضرتك عايزها بالماس. What is the mass of hydrogen gas؟ يبقى مظبوط كده. Calculate the mass of sulfur required to react with 6.2 mole of iron to form iron 2 sulfide ومفيش equation. الموضوع بسيط. حضرتك عندك الاف اتفاعل مع الاس وطلع الناحية التانية FeS. الايكويشن بالانسد. رقم البالانس هنا 1 وهنا 1 يبقى الاتنين متساويين في المولز. فبما ان حضرتك عندك من الايرن 6.2 مولز، فاعتقد ان السلفر هيبقى 6.2 مولز برضو عشان هما الاتنين قد بعض في كل حاجة. انت عايزها ماس، يبقى السلفر اللي الماس بتاعته هتبقى عبارة عن 6.2 مضروبة في ال 32 بتاع السلفر اللي اداها لك. الإجابة 198.4 وجنبها كلمة جرام. Calculate the number of moles of oxygen. يبقى هنا في علامة استفهام على الأكسجين بالمول، وفي من الريد ميركوري أوكسايد رقم موجود بالجرام. رقم البالانس هنا 2 يا صاحبي وهنا 1. سنة صغيرة لفوق والمكان ده هيكفي إن شاء الله. هاخد رقم البالانس أعمله فراكشن يبقى هاف وبعدين مولز من ال HGO بتساوي الناحية التانية مولز ال O2. مسألة كلها الناحية بتاعتي دي كلها جرام وهناك بالمولز. احنا عايزين دي، خلي بالك احنا عايزين دي عشان ناخد بقى درجة المسألة. يبقى ساعتك بتحسب في جهة واحدة، حاجة ما شاء الله يعني. مولز ال HGO عبارة عن الماس اللي انت مديها لي، مالين الرقم كده يا بيه 108.25 يبقى 108.25 على مولر ماس الميركوري اوكسايد. الميركوري ده سعادتك المولر ماس بتاعته ب 201. هو هنا ما عملش ابروكسيميت، طب ما يهمش. يبقى عند حضرتك 200.95 والاكسجين ب 16 يبقى ال 95 محدش لمسها. 6 1 وبعدين 200 يبقى 2 1 6 علامة 9 5 0.24 وجنبها كلمة مولز وابقى خلصت المسألة. Calculate the number of moles of H2SO4 can be prepared من CU2S 3 جرام if each sulfur atom in it is converted into H2SO4. يعني المسألة مكتوبة بطريقة أنا ما أحبهاش بس ماشي. حضرتك مشكورا كده. CU2S اللي إن هو هيعمل الإيكويشن إزاي. CU2S دي عشان تطلع H2SO4 حضرتك عايز هنا 2 لأن الحاجة الوحيدة اللي مشتركة الإس، فالإس دخل واحدة فلازم يخرج الناحية التانية واحدة. متأسف شيل دي. الإس دخل واحدة فلازم يخرج الناحية التانية واحدة. فهنا رقم البالانس 1 وهنا 1. يا مستر فين الكبر وفين الهيدروجين؟ ماليش دخل. كلمني عن اللي يخصني. المشترك في الإس عملت له بالانس، دخل واحدة خرج واحدة. لو كانوا دول 2 اس كنت هحط هنا 2 عشان اظبط. هي كده تمام. 3 جرام من دي وعايز النمبر اوف مولز الناحيه الثانيه. هي اصلا مولز الCU2S
بتساوي مولز ال H2SO4 من الايكويشن اللي انت كاتبها. فاذا ان احنا عايزين الحته دي، فيبقى سعادتك مشكورا هنا هتقسم الماس على المولر ماس بس. 3 على CU2S 63.5 في 2 مجموعه على 32. ده 120 126 يبقى 127 وال 32 تحتها ده 5 9 1 3/195. الناتج اللي هيطلع هو الإجابة 0.015 وجنبيها كلمة مولز وابقى خلصت. هانت يا مسهل الأحوال، قربنا نخلص اهو. Number of particles calculations. How many nitric oxide molecules are produced from 119 gram of ammonia with excess oxygen؟ حضرتك بتقارن ده اهو بده، وعايز الموليكيولز بتاع دوت، ومديني ماس الامونيا. اسف، حضرتك بتقارن ده ال NO بالامونيا. اولا رقم البالانس متساوي، تبقى المولز متساوي، يبقى مولز الامونيا بتساوي مولز ال NO. يبقى لو حضرتك عندك ماس للامونيا اللي هي 119، اقسمها على المولر ماس تحولها مولز، ده ديفايدد 17 احولها مولز، طلعت بتساوي 7 مولز. 7 مولز دي بتاعت مين؟ الاثنين، الامونيا 7 مولز والان او 7 مولز، لان رقم البالانس ايكوال. فلما حضرتك تحتاج الموليكيولز هتضرب 7 تايمز 6.02 تايمز 10 باور 23 وتبقى المساله خلصت. فوليوم اوف جاس كالكوليشن، حاضر. حضرتك بدات بماده واكيد بتسال على حجم الكربون دايوكسيد، صح كده؟ وين ذا رياكشن اوف كذا مول من الصوديوم كربونات. يا اخي الصوديوم كربونات رقم البالانس بتاعها 1، والكربون دايوكسيد رقم البالانس بتاعها 1. Since they are equal in number of balance coefficient, they are equal in number of moles. فانت مديني المولز جاهزه اهي. لما تطلب فوليوم الكربون دايوكسيد اخد 0.02 اضربها في 22.4 وابقى خلصت. هحول المولز فوليوم بس. نتيجة 0.44 وجنبها كلمة لتر، المسألة خلصت. 30 In the reaction of 11.5 gram of sodium with excessive water, calculate volume of hydrogen gas. حضرتك عندك هنا 11.2 جرام وعايزين الفوليوم بتاع الهيدروجين. والله يا فندم بمنتهى البساطة ال 11.5 جرام دي وفوليوم الهيدروجين الناحية التانية علامة استفهام. حاضر، هات لي بورد كده بعد اذنك. الايكويشن صوديوم متفاعل مع الووتر، صح كده؟ صوديوم متفاعل مع الووتر. اللي فوق سنة صغيرة، عاش عاش عاش. يبقى 2 Na زائد H2O بيطلع 2 NaOH بلس H2. تفاعل كان في منهج تاني اعدادي، مش عارفه؟ راجع عليه معايا واكتبه كمان مرة عشان ما تنساش. حضرتك عندك هنا 11.5 جرام وبتسأل الناحية التانية على حجم الهيدروجين جاز. بيتهيألي أنا كده فاهم صح اهوت في الاس تي بي. طيب يا مستر اقعد عشان نتكلم. اقعد، حاضر. هنا 2 يبقى نص مضروب في مولز ال Na بيساوي الناحية التانية 1 يبقى مولز ال H2. حول الجهة دي ماس يبقى نص تايمز الماس على المولر ماس 11.5 على 23 بتساوي، حول دي فوليوم، هشيل المولز واكتب مكانها فوليوم على 22.4. يطلع الفوليوم اللي حضرتك محتوي بيساوي كل اللي قصاده تحت يبقى 2 تايمز 23 وفوق 22.4 مضروبة في 11.5. الإجابة 5.6 لتر. خلصت. The number of sodium ions which are produced from this reaction. بص يا جميل، الاتنين دي هي الاتنين دي، يبقى الصوديوم والصوديوم هيدروكسيد equal in moles. يبقى أنا هروح أتكلم عن الصوديوم هيدروكسيد وهي بنفس عدد المولز بالظبط. طب هي مولز الصوديوم بكام؟ 11.5 مقسومة على 23 بتساوي نص، يبقى المسألة دي نص مول من الصوديوم هيدروكسيد. كده انت معاك نص مول صوديوم هيدروكسيد. عايزين عدد الصوديوم اللي جوه. يا مستر اما تحتاج عدد الايونز تجيب مولز المادة الأساسية وتضربها في افوكادرو نمبر
وتضربها في السبسكريبت، والسبسكريبت بواحد، هي المادة اسمها NaOH أصلا، فهنا مفيش رقم. مولز المادة الأساسية طلع ب 0.5 مضروب في افوجادرو نمبر 6.02 تايمز 10 باور 23، السبسكريبت بواحد، يبقى 3.01 تايمز 10 باور 23، وابقى خدت الدرجة بتاعت الايونز. ازاي اعتبرت ان ال NaOH؟ ما هي زيها بالظبط نفس رقم البالانس، فلما تديني من هنا ماس واجيب عدد المولز يبقى انا جبت عدد المولز بتاع دي، ولما اعرف عدد المولز بتاعها وتسالني عن تفصيله جوه يبقى الايون بيساوي المول الكبير بتاع الماده كلها مضروب في السبسكريبت في افوجادرو. كده حضرتك حليت الطلبين. 31 مغنيسيوم ريكوايرد تو رياكت، يلا شدوا حيلكم. مغنيسيوم ريكوايرد تو رياكت مع دايلوت سلفوريك اسيد تو بروديوس 22.4 لتر من الهيدروجين عند الاس تي بي. الايكويشن دي متعاده، انا عملت واحده زيها قبل كده، ما يهمش، التكرار بيعلم الشطار واحنا ثقتنا فيه كبير. المغنيسيوم يتفاعل مع 2 من ال HCl بيطلع الناحية التانية MgCl2 بلس ال H2. بفضل الله عز وجل الكلام كله ما خرجش بره محتوى بنقدمه. حضرتك عايز ايه؟ عايز ماس مين؟ عايز كالكوليت ذا ماس اوف مغنيسيوم عشان الهيدروجين يطلع 22.4. يعني عند حضرتك هنا 22.4 لتر، وبتسألني المغنيسيوم هنا يبقى كام جرام. بص يا مستر، رقم البالانس هنا 1 ورقم البالانس هنا 1، فالناس دي متساوية في المولز، فانت تقول ان مولز المغنيسيوم بتساوي الناحية التانية مولز ال H2، الاتنين قد بعض، تبقى مولز المغنيسيوم اللي هي ماس المغنيسيوم على 24 المولر ماس بتساوي الناحية التانية مولز الهيدروجين اللي هي الفوليوم على 22.4. نتأكد كده المسألة ار تي بي بس كده حضرتك. يا سلام، شيل كده ده يا فندم وخليها 24، ده انت تؤمر والله. يبقى 24. اجيب الفوليوم ماس ازاي؟ يبقى الام جي بتساوي فراكشن ماس المغنيسيوم، الفوليوم ده هشيله، همسح انا الفوليوم ده واكتب الرقم اللي حضرتك كتبته لي في المسألة 22.4. حاضر يا فندم والله، هنا في 22.4. يبقى المغنيسيوم بتساوي تحت 24 وفوق 24 مضروبة في 22.4 عشان الرقم يطلع ب 22.4 جرام واخد درجة المسألة. يلا يا سيدي. Calculate the mass of chlorine gas required to react completely with 0.6 magnesium. رقم البالانس كام؟ 1 1، تبقى المولز متساوي. طب لما المولز تبقى متساوية اعمل ايه؟ يا مستر، مولز الام جي هتساوي مولز الCl2، يبقى الماس على المولر ماس بتاع ده بتساوي الماس على المولر ماس بتاع ده. تجيب هنا اهو خط صغير وتقول 0.6 مغنيسيوم على مولر ماس المغنيسيوم 24 بتساوي الCl2 معرفش على المولر ماس بتاعه 71 وتعمل كروس بس. مش المولز ايكوال، الموضوع خلص. 1.775 1.775 وجنبها جرام. اؤمر حضرتك. The molar mass of each of the following gases 0.8 جرام من جاز X at STB equal. معلش كده يا مستر بعد اذنك، سمي الله واسم على 1000 عشان احنا ما بنشتغلش بالملي، احنا بنشتغل باللتر. الفوليوم بيساوي، في مثلث للفوليوم ابسط نطق ليه ان عدد المولز بتاع الجاز بيساوي فوليوم على 22.4. فحضرتك هتكتب مكان الفوليوم ماس وتكتب تحتها المولر ماس وتقول ان الكلام ده بيساوي الفوليوم على 22.4. نيجي فوق بقى هنا ونعوض. حضرتك معاك ماس 0.8 ومعايا 560 مقسومين على 1000، يبقى 0.8 دي ماس على مولر ماس هسميها اكس بتساوي 0.56 على 22.4. اتأكد من اس تي بي، اتأكدت، و 0.56 رقم صح. كروس يا سيدي، تبقى الاكس بتساوي فراكشن 0.56 وهنا 0.8 مضروبة في 22.4 طلع ب 32 جرام. ده الاكسجين بالمناسبة بيغفلنا. هات
mass of 1.12 liter of gas Y at STB هي زيها بالظبط. يبقى حضرتك هتمسك القلم وتقول 1.5 على اكس معرفش بتساوي 1.12 على 22.4 اختها، انا ما عملتش حاجه. يبقى الاكس بتساوي فراكشن تحت 1.12 وفوق 1.5 ضرب 22.4 بتساوي 30، ونكتب جنبها كلمة جرام. شكرا لحضرتك. limiting and excess. The reaction كذا conclude the limiting reactant on mixing 2 grams of ammonia with 6 grams of oxygen. المسألة repeated بشكل غيظ يعني بعد اللي احنا حليناه. Reaction of كذا are added to كذا by using a chemical calculation. What is the limiting؟ هتقسم على المولر ماس وبعدين تقسم على رقم البالانس اللي هو هنا 1 وهنا 3. اعتقد ان كده برضو تكرار يعني ايه محبط، يعني ده تكرار محبط حضرتك. نطلع فوق إذ ربما نلاقي حاجة 15 جرام ليثيوم مع 15 جرام فلورين. البرودكت اوف ذيس رياكشن عايزين الماس بتاعت البرودكت، جدول ليميت واكسس والريميننج سبستانس وزاوت رياكشن فيزل كذا وكذا. calculate possible number of the produced mole. calculate the mass of كذا can be obtained by adding كذا to كذا. يعني هناخد مع حضرتك الأولى والباقيين هيبقوا أفكار مكررة بشكل يعني ملفت للنظر. الحقيقة المسائل اتكررت جدا قوي خالص. تعالى سعادتك عشان أنا عايز أجيب مثل برودكت بس 15 جرام ليثيوم و15 جرام فلورين. طب حضرتك هتعمل كومبير ما بين الليثيوم وما بين الفلورين الاف 2 في سطر اسمه ماس. فأنا عندي هنا 15 و15 هتقفل حولهم مولز 15 على 7 وهنا ال 15 مولر ماس الاف ب 19 اكيد هو كاتبها في المسألة مظبوط. يبقى 19 في 2 ب 38. يبقى حضرتك هنا عندك 38. النتائج يا دكتور 2.14 وهنا 39. طبعا اللي طلع عند حضرتك ده مولز، هناخد بيه قرار؟ لا لسه مربع كمان. divided by البالانس coefficient يبقى 2.14 على رقم البالانس بتاع الليثيوم اللي هو 2 وهنا 0.39 على رقم بالانس الفلورين اللي هو 1. الناتج النهائي 1.07 والناحية التانية 0.39. ده الصغير يبقى limit وده الكبير يبقى excess. واخد ده احطه جوه قلبي عشان هو ده اللي هيخلي المسألة ترفرف على السبور. أؤمر يا مستر الرقم اللي قدام حضرتك اللي في الدايرة ده لو اتضرب في رقم البالانس بتاع أي حد في المسألة يجيب لحضرتك المولز بتاعته سواء اتفعلت أو نتجت. The product of this reaction عايزين الماس، أنا هجيبها مولز وبعدين نتكلم. يبقى مولز مادة ال LIF بتساوي 0.39 مضروبة في 2 0.78 مولز. حضرتك عايزها بالماس تبقى 0.78 تايمز الليثيوم ب7 زائد الاف ب19 يبقى 26 20.28 وجنبها كلمة جرام. The remaining substance without reaction مولاته بتساوي الاكسس ماينس الليمت تايمز رقم بالانس الاكسس. مولات المادة الزيادة انت عايزها ماس، انا هجيبها مولز الاول. يبقى مولز الاكسس اللي متبقي الريمين تساوي الرقمين دول ماينس بعض 1.07 ماينس 0.39 تايمز رقم بالانس الاكسس. ومين اللي طلع اكسس؟ مين اللي في الجدول اكسس؟ الليثيوم تايمز رقم البالانس بتاعه يبقى تايمز 2 يبقى تايمز 2 1.36 دي كده بالمولز. حضرتك عايزها ماس يبقى الاكسس بتاع الليثيوم بالماس الماس بتاعته هتاخد الرقم اللي انت جبته 1.36 وتضربه في 7 لان مولر ماس الليثيوم 7 9.52 جرام. والى هنا بنقول لحضرتك عاش يا بطل عاش. خلصنا اكتر من نص مسائل البحث بالدرسين اللي احنا عملناهم. كيميكال فورمولا انا مش قلقان من كميتها، بسيطه ان شاء الله. المولر كونسنتريشن هو يعتبر قانون واحد اللي بنعوض بيه.
تابع الابديت بتاع الورك شوب، تابع الابديت بتاع فيديوهات المعاصر. احنا لسه مستمرين في ان احنا نصور فيديوهات وننزلها كل اسبوع. طلع على الورك شوب، شوف لو في حاجه جديده نزلت، واكيد في نوتيفيكيشن بخصوص حاجه زي كده. بشكرك على مجهود كبير انت عامله في السنتر وفي الاونلاين، وربنا يصلح ما بين ايديكم.